تخيل معايا إنك ماشي في سوق شعبي مليان لعب أطفال متربة باهتة، وكل حاجة في السوق ريحتها قديمة كأن الزمن وقف مكانه. وسط كل ده عينك وقعت على عروسة قماش، مش أجمل حاجة مش أغرب حاجة، بس فيها حاجة غلط. مش قادر تبص بعيد عنها، تشتريها تديها هدية لطفل صغير ولا تسيبها مكانها وتكمل طريقك كأنك ما شفتش حاجة؟ قبل ما تجاوب خليني أحكي لك على واحدة من أكتر الألعاب اللي خلت العالم كله يخاف من العرايس. العروسة اللي خلت اسم أنابيلا يبقى مرادف للرعب، رغم إن هي عروسة لا بتمشي ولا بتتكلم ولا بتتحرك ولا حتى عملت أي حاجة من دول قدام حد، بس قدرت تسيب أثر مرعب في قلوب ملايين. النهاردة هنتكلم عن القصة الحقيقية المرعبة اللي ورا الفيلم، ونقارن بين الرعب اللي حصل في الفيلم والرعب اللي حصل فعلا في الحقيقة. بس في الأول كده بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واكتب لينا في التعليقات ايه رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه. وعموما بلاش مطول كتير، خلونا نبدأ. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. سنة 1970 دونا كانت ممرضة شابة ساكنة في شقة صغيرة في هارتفورد في ولاية كونكت مع صاحبتها إنجي. في يوم والدتها جابت ليها هدية بسيطة جدا بمناسبة تخرجها، عروسة قماش عادية من نوع اسمه راجدي آن. كان نوع منتشر ساعتها، شكلها بريء، فستانها بسيط، وشها مطبوع عليه ابتسامة طفولية. في الأول كانت العروسة متسابة على السرير زي أي لعبة، لكن بعد كام يوم حصلت أول حاجة غريبة. دونا لاحظت إن العروسة مش بتفضل في مكانها، كانت بتحس إن هي اتحركت شوية كأن حد لمسها. بعدين بدأت تظهر في أماكن مختلفة، مرة في أوضة المعيشة ومرة تانية على الأرض. وفي يوم لقوها قاعدة وحاطة رجل على رجل كأنها بتتأمل. أول رد فعل البنات ضحكوا، قالوا يمكن بيتخيلوا، لكن بعد شوية لقوا ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط طفل ساعدونا. المشكلة إن البيت ما كانش فيه ورقة بالحجم ده، وما كانش في حد غيرهم في البيت أصلا. هنا صديقهم لو اللي كان بيزورهم دايما بدأ يحس بحاجة مش طبيعية. أول ما شاف العروسة دي قال لهم بصراحة في طاقة تقيلة في المكان، العروسة دي مش بريئة زي شكلها. وفعلا بعد أيام حلم حلم غريب جدا، شاف العروسة وهي بتقف على صدره، مش بتتحرك لكن بتحاول تخنقه. لما صحي كان في خدوش حقيقية على صدره، خدوش شكلها زي المخالد، وفضلت موجودة الأيام وبعدين اختفت فجأة. هنا البنات ما قدروش يتحملوا أكتر من كده وقرروا يروحوا لحد متخصص. وهنا بيظهر معانا في القصة آد وورن ولورين وورن اللي كانوا محققين في الظواهر الخارقة، ومراته لورين كانت وسيطة روحية بتحس وبتشوف الحاجات اللي الناس كلها تقدر تحس بيها. الزوجين دولت كانوا مشهورين وقتها وحققوا في قضايا كتير جدا، زي مثلا قضية بيت أميتفيل واللي هنعمل عنه حلقة قريب، وحققوا برضه في البيت المسكون في إنفيلد. بس هنا أول ما شافوا العروسة ما ترددوش لحظة وقالوا إن دي مش مجرد روح، ده كيان شيطاني بيستخدم شكل لعبة علشان يكسب الثقة، وبعدها بيمتلك الضحية. وقالوا إن الكيان ده كان بيمثل دور طفلة صغيرة عايشة في العروسة وبتطلب شفقة الناس، لكن حقيقته أبعد من كده بكتير جدا. آد ولورين وارن أخدوا العروسة معاهم وحطوها في متحفهم اللي فيه على أغرب وأخطر الحاجات اللي لقوها واللي مرتبطة بالظواهر الخارقة، والعروسة لسه موجودة هناك لحد دلوقتي. العروسة اتحطت في صندوق خشب وزجاج عليه آيات ومباركات دينية ومقفول بأقفال حديد. والناس اللي اشتغلوا في المتحف قالوا إن في مرة شاب حاول يهز ويخبط على الصندوق، لكن بعد ما خرج بدقايق يتوفى في حادث دراجة نارية. طيب دي كانت لعنة ولا صدفة؟ لحد النهاردة محدش بيقرب من الصندوق ولا حتى لورين نفسها بعد وفاة آد زوجها. طيب ايه الفرق بقى ما بين الفيلم والحقيقة؟ أولا شكل الدمية مش مرعبة زي اللي في الفيلم. في الواقع الدمية كانت دمية عادية من نوع راجدي آن. في الفيلم حولوها لدمية مخيفة مرعبة بشكل مبالغ فيه علشان تضيف رعب للمشهد. تاني حاجة الأحداث المرعبة. في الواقع الأحداث كانت أصغر، زي تحريك دمية بسيط وكتابة رسالة ومشاهدة ظل مش أكتر. في الفيلم زودوا أحداث الدراما زي الطيران والهجمات المباشرة والقتل. تالت حاجة دور آد وارن ولورين وارن. في الحقيقة هما بس شافوا الدمية وحطوها في المتحف بتاعهم، لكن في الفيلم خلوهم أبطال القصة وعملوا دراما أكتر. رابع حاجة النهاية. في الواقع الدمية لسه موجودة في المتحف ومحدش اتصاب بأذى كبير. في الفيلم خلوها حكاية فيها موت وتهديد مباشر. الفيلم حول قصة مرعبة وغامضة لقصة مليانة أكشن ورعب مبالغ فيه علشان تأثير السينما مش أكتر، لكن الرعب الحقيقي كان أهدى وأبرد وأقرب للواقع. في النهاية سواء كنت مصدق أو شايف إن كل ده شغل جمال أو خرافات، لازم نعرف حاجة واحدة بس، إن أوقات كتير أكتر حاجة بترعبنا مش الوحوش، لكن بيكون هو الوهم إن الحاجة اللي شكلها بريء جدا وفيها حاجة مش مفهومة
ممكن تكون هي سبب خوفنا، ودي كانت القصة الحقيقية اللي ورا الفيلم. اكتب لينا في التعليقات، لأن احنا ناويين نعمل حلقات أكتر عن القصص الحقيقية ورا الأفلام. فلو عندك فيلم وعايز تعرف القصة الحقيقية اللي وراه، اكتب لنا اسم الفيلم في التعليقات. وفي الآخر بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتكتب لنا رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه. واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.